كان في واحد اسكندراني لذيذ قوي قوي عايش ايام خديوي عباس حلمي التاني، واتشهر قوي في حاجه كانت بتحصل اياميها لطيفه جدا. كان سباق في اسكندريه بتاع قوارب بين القوارب بتاعه منطقه السياله فيرسز القوالب بتاعه منطقه راس التين. دول كانوا الاهلي والزمالك، والراجل عباس حلمي التاني كان بيكيف الموضوع ده جدا، وكان بيروح كل سنه يحضر السباق اللطيف ده. ففي سنه من السنين كان الراجل بتاعنا اسمه حميدو، لذيذ قوي بقى. حميدو كان راجل طول بعرض، وكان بيقول لك قوي قوه غير عاديه يعني، وكان هو كابتن فريق السياله. والراجل طبعا خد السباق من اوله لاخره في بتاع، وعمل بتاع، وراجل هيرو كده. فالخديوي عباس حلمي التاني قال لك قشطه نظبط الراجل، فرماله كام ريال فضه كده. اللي حصل بقى ان حميدو بص على الارض، بص على ريال الفضه، وبص للخديوي فوق لتحت، وسابه ومشي. فدي يعني تعتبر اهانه خزعبليه جدا لذات الخديويه وبتاع والحكومه، وليه لا طين قله ادب يعني الحقيقه. بس برضو الخديوي عباس حلمي التاني كان راجل برنس في روحه، مش هيحط راسه براس الواد بلطجي يعني. فالمهم قرروا في الاخر انه يعني حلا للازمه انه الواد حميدو ده هيرجع القاهره مع الخديوي عباس حلمي الثاني، ويخش ماتش مصارعه مع اكبر فتوه من البودي جاردز بتوع عباس حلمي الثاني، ولو اتغلب يتضرب على قفاه، ولو كسب الخديوي هيظبطه. فحميدو قال لك قشطه يلا اتكل على الله. راح وقف قدام الراجل الكبير بتاع الخديوي اسماعيل، واداله روسيه اسكندراني من اخرها. الراجل فعلا اغمى عليه يعني، هو خد هي روسيه واحده والراجل اتكون وراحت منه خلاص. فالخديوي اتكيف الحقيقه، ومنحوا لقب فارس بجد والله. فبقى الفارس حميدو، ورجع اسكندريه بقى نافش ريشه وعامل فيها عامل بتاع. ولكن قوته الحقيقه كانت مشكله بالنسبه له، لانه كانش عارف ياكل عيش عدل. الراجل راح فتح قهوه، تمام، والناس بقت بتخاف تروح تقعد في القهوه لا تتضرب، اصله لو اتعصب عليها، وهو كان معروف انه بيشرب شويتين، ولما بيشرب كانت المسائل بتبوظ خالص. لدرجه انه في الاسم نفسه في المنطقه اللي كان عايش كانوا بيكرهوه، بيخافوا منه، بيقلقوا منه جدا يعني. والاسم نفسه كان عامل له محضر مخصوص اسمه محضر حميدو، يعني كان عامل له المحضر بتاع اول ما حميدو يدخل طلع يا ابني محضر حميدو عشان سكر وعربده. فالقهوه ما اشتغلتش قوي، اضطر في النهايه انه يبقى القهوه دي مقر لتجاره المخدرات والحشيش بالذات وبتاع. ولكن الراجل الحقيقه ما كانش بيتاجر في الحشيش، هو كان بياخد عموله يعني، كان بياخد ايه الدليفري فيز بتاعت الراجل التاجر هيجي والراجل المشتري هيجي، بس انا هحميكوا واخد اللي فيه نصيبه. والراجل فضل عايش لغايه ما عدى يمكن ال70 سنه، وكان معروف، كان بيكتب عنه بقى اخبار في الجرايد وبتاع، كانت اياميها الجرايد تحب موضوع اخبار الحوادث ده. وفضل لغايه ما عايش وعنده 70 سنه، ويقال يعني انه فضل عايش ما شاء الله بصحته زي ما هو. مات واقف على رجليه